صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ويلكم تو ماي channel. فيديو النهارده هاخدكم في يوم كامل من ايام المراجعه، بما ان باقي على ايام الفاينل حاجات بسيطه زي 10 ايام او كده. فده هيكون اول فيديو من سلسله ايام المراجعه. المهم صحيت، غسلت بشرتي وبعد كده اخدت شاور وسمعت البودكاست ده، بحبه جدا. بعد كده جهزت حاجتي عشان كان عندي درس، وخلصت الحمد لله الدرس وجيت اخدت بريك بسيط ريحت وكده، وبعد كده عملت نسكافيه وبدأت على طول اشوف ورايا ايه النهارده. بما ان خلاص راجع وكده، فالنهارده كنت عايزه اراجع ماده الهندسه، فبدأت اقسم التودو ليست زي ما انتم شايفينها كده. حاجات لسه ما ذاكرتهاش خالص هبدأ بيها. بعد كده اشوف محتوى المنهج بتاعنا، هو كان وحدتين، فبدأت اكتب محتوى الوحده الاولى ومحتوى الوحده التانية، واخلص كل جزء فيهم واحل عليه، وبعد ما اخلص كل جزء اخد بريك. وبس كده. لو عايزين تراجعوا اي ماده امشوا بالنمط بتاع التودو ليست اللي لسه موريها لكم دي، وباذن الله تخلصوا كل اللي وراكم. انا الفتره اللي فاتت ما كنتش بصور فيديوز لاني كنت بجد مش بعمل اي حاجه، او كنت مكتئبه شويه، فما كانش ليا نفس اصور وما كنتش بذاكر على قد كده. فبدات اصور تاني علشان ارجع شغفي وشغفكم. وبس كده كنت خلصت الدرسين اللي كنت لسه مذاكرتهمش، وكمان الحمد لله خلصت الوحده الاولى مراجعه، رجعتها من مستر مقهى رياضيات، بيكون فيديو مجمع كده. بعدين حليت عليها اسئلتها من كتاب المعاصر من الملحق الصغير. وهنا كنت بعلم على الحاجات اللي خلصتها. بجد لما بتعلمي على الحاجه اللي خلصتيها كده، ده بتحسي ان انتي انجزتي وكده. والنهارده ما شاء الله خلصت حاجات كتير، وطبعا مش باخد فيهم وقت زي في الاول لاني خلاص براجع، فاخده فكره عنهم قبل كده. ممكن اول درسين اللي ما ذاكرتهمش خالص دولت لما ذاكرتهم اخدت فيهم وقت. اما الدروس اللي بتاعت الوحده الاولى لا، كانت سلسه معايا لاني مذاكراها كذا مره لامتحان الشهر الاول وكده. بعد كده اخدت بريك، سمعت حلقه من المسلسل المفضل ليا لاني كنت خلصت حاجات كتير. ده مسلسل قديم جدا بس انا بحبه. بعدين بقى قلت هعمل شاي علشان ابدا اجدد طاقتي وابدا اكمل مذاكره الحاجات اللي ورايا. وبرضو رجعت على الوحده التانية من ملخصات كده كنت كاتباها بطريقتي كده، حاجه اكون فاهماها. والحمد لله برضو خلصت، بس كنت فصلت جدا ما كنتش قادره احل، فهاجل الحل لبكره. ويا جماعه انا عملت اكونت تيك توك جديد. كنت عامله واحد بس اتقفل، فعملت واحد تاني. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، صندوق الوصف، فتبقوا ادخلوا اعملوا فولو هناك وانتظروا مني فيديوز وحاجات هناك حلوه جدا ان شاء الله. بس اتاكدوا ان انتوا تعملوا فولو. بعدين بقى طلعت الاسكرابات عشان كنت عايزه اعمل اسكرابات لبشرتي. بما ان انا الفتره اللي فاتت زي ما قلت لكم كنت مكتئبه وكده، فلما شفت الورقه دي حبيت نتكلم عليها. لا تقلق ان الله يرى جهدك. فبجد الجمله دي لمستني من جوه كده، وحسيت ان شاء الله ربنا هيدينا على قد تعبنا. وحتى لو مثلا كنا مقصرين بس رجعنا لربنا تاني، ربنا عمره ما هيخذلنا. بعد كده المكتب كان مكركب، فبدأت اروق المكتب وكده. لما المكتب بيكون متروق بجد نفسيتي بتكون كويسه. والحمد لله اليوم عدى بسلام وانتجنا فيه الحمد لله. فقلت هاخد شاور بقى كده زي مكافأة على كل الحاجات اللي عملتها النهاردة. وبس كده ختمت اليوم بتاعي بان انا سمعت بودكاست او فيديو من الفيديوهات البنت اللي انا بحبها جدا. بجد هتستفادوا منها حاجات كتير، وانا بحب دايما اطلع على شخصيات اللي حواليا او الشخصيات الكويسة على اليوتيوب او عامة على اي ابليكيشن. بجد بزود من معلوماتي وبحس ان انا بدأ عقلي وتفكيري يبقى راقي اكتر. فانصحكم تسمعوا البنوتة دي، وحاولوا دايما تجددوا من مهاراتكم كده، لان بجد التجديد ده هيفيدكم جدا وهيخليكم ناس عاقلة اكتر. وانا كنت بوريكم القمر بس كده. ده كان فلوج النهارده. لو عجبكم لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.